فان جوخ الرسام الهولندي المشهور فشل في أي شغلانة هو اشتغلها، وكمان كان عنده اضطرابات نفسية وعقلية، وعاش حياته كلها فقير ومش معروف ومحدش يعرفه من أساسه، بالرغم إنه في الوقت ده كان راسم أكتر من 700 رسمة. حتى لما حب واحدة لدرجة إن هي طلبت منه إن هو يقطع ودنه، تصدق بالله إن هو قطعها وقدمها لها هدية كمان. بعد كده قرر اللي هو يعترف لها بحب. ضحكت عليه وسخرت منه. أغمى عليه هو ساعتها وراح المستشفى. وبعد ما خرج من المستشفى أهل المدينة اللي هو كان عايش فيها فضلوا يتريقوا عليه. انت عارف الرسالة الأخيرة لفان كوخ قبل الانتحار؟ كان بيقول فيها: أنا عايز الحب والوصال، أنا مش صخر ولا حديد. أنا حاطط قلبي وعقلي في شغلي، وبسبب كده أنا فقدت عقلي. أخوه ده مصحة نفسية، الدكتور المشرف عليها كان بيحب الفن ويهتم بيه، بس لما الاضطرابات النفسية زادت عليه قرر إن هو ينتحر. هرب من المستشفى وساب الرسالة الشهيرة بتاعته لأخوه، وانتحر بالمسدس ومات بعدها بيومين في المستشفى. طب تعالى يا صاحبي لما نعرف ايه الأفكار اللي بتؤدي بينا للانتحار. في دراسات كتير قوي اتعملت عن الموضوع ده بتقول إن في 3 مشاعر بيتطوروا بالبطيء جوه الإنسان اللي عايز ينتحر. أول شعور هو الوحدة. الشخص بيحس اللي هو لوحده، مفيش حد جنبه، واللي بيساعده كمان على ده إن اللي حواليه شايفين إن هو بيعمل ده عشان يلفت الانتباه. تاني حاجة إن الشخص بيحس إن هو عبء على اللي حواليه، بيحس إن هو تقيل عليهم ومحدش قبله. والكلام ده بيحصل بسبب إن حد لمح ليه بحاجة، حد قال له حاجة تضايقه، فخلاص بقى إيه اللي يخليه تقيل على غيره، فبيشوف ساعتها إن هو ينتحر هو ده الحل. خلاص يعني هخلصكم مني ومن قرفي. تالت حاجة ودي المرحلة الأخيرة، وديت بتيجي بعد وقت طويل، وهي بقى ساعتها بتكون رهبة الموت ديت راحت من عنده. مش بيكون خايف من الموت، بيكون شايف إن الموت هنا هو الحل الوحيد عشان يتخلص من جميع مشاكله، فبالتدريج كده رهبة الموت بتروح من عنده. وديت العوامل اللي ممكن تخلي الشخص يفكر في الانتحار. وطبعا ده غير الناس اللي بتعاني من أمراض نفسية زي الاكتئاب مثلا، وديت أمراض حقيقية فعلا يا جماعة، والله بتحتاج علاج خاص زي الأمراض العضوية بالظبط. يمكن المشكلة الأساسية هي طريقة التعامل مع الشخص اللي عايز ينتحر. يعني لو عنده مشكلة وحكاها لحد والحد ده سخر منه أو ملقاش حد يساعده، ده بيأثر عليه جدا. عشان كده قلنا مليون مرة إن ممكن الكلمة تنقذ حياة شخص، إنك بس تجبر بخاطره على الأقل كده تسمع مشكلته. المشكلة هنا كمان اللي احنا بنقول على الشخص ده اللي هو عايز يلفت الانتباه، بس هو بالفعل مش كده، هو محتاج اللي يساعده، محتاج حد يفضفض ليه. فلما يحس اللي هو غير مرغوب فيه بالطريقة ديت، فكرة الانتحار ديت بتزيد عنده. وانت عارف الأصعب ايه؟ إن المشاكل بتاعته بتكون مادة للسخرية، وإن الناس اللي حواليه بتقعد تستهزأ منه. انت كل اللي عليك إنك تحترم مشاكله، واعرف إن كل واحد ليه قدرة على التحمل غير التاني خالص. طيب هو ليه الانتحار بدون مرض حرام؟ علشان الشخص ده بيكون يئس من رحمة ربنا وقدرته، وعشان المنتحر ده بيكون فقد الثقة في ربنا وشاف إن مفيش حاجة ممكن تنقذه غير الانتحار. حسن الظن بالله إنك تكون عارف إن ربنا قادر على كل شيء، يقدر يغير حالك للأحسن، كأن المشاكل اللي عندك دي كلها ما حصلتش. ولو رجعنا لفان جوخ هنلاقيه إن بعد الانتحار بقى مشهور، ولوحاته كلها بقت بتتباع بملايين. بعد ما كان فقير بقى غني وخد التقدير اللي عاش حياته كلها يحلم بيه. يمكن الواضح لبعض الناس إن المنتحر ده عايز ينهي حياته، عايز يموت وخلاص، بس الحقيقة مش كده، مفيش حد عايز يموت. دي فطرة الإنسان اللي مخلوق بيها، هي حب الدنيا وإن هو يفضل متمسك بيها. لو عايز تجرب ده فعلا جرب إن أنت ترمي نفسك من البلكونة، شوف هتعرف ولا لأ. فطول ما الناس شايفة إن المنتحر ده عايز يموت هيقولوا لنفسهم أنا أتكلم ليه وأتعب قلبي ليه؟ طب ما أنا مهما اتكلمت هو هيموت هيموت، وعمره ما هيغير اللي في دماغه. بس الحقيقة إن هو عايز ينهي مشاكله مش عايز ينهي حياته، وممكن المشاكل دي تتحل فعلا. والمحزن هنا اللي الناس بتحكم على المنتحر ده بالكفر لدرجة إن هما ما بيرضوش يصلوا عليه الجنازة. المنتحر ده لو مات وهو يائس من رحمة ربنا فبكده يبقى ميت كافر. أما بقى لو انتحر بسبب مرض عنده فربنا هيحاسبه على الجريمة اللي هو عملها، بس هو كده مش كافر. قتل النفس من الكبائر، وما تحكمش على حد بالكفر إلا لما تكون حاجة بينة قدامك، سواء بقى اللي انتحر ده انتحر عن كفر أو عن إيمان.
النية هنا محدش يعرفها غير ربنا. ربنا هيحاسبه لو كان كافر وهيدخله النار. ادعيله بقى بالرحمة وإن ربنا يغفر له. بس بقى يا صاحبي، مش أي منتحر نحكم عليه بالكفر. أنت ما انتش ربنا. أنا عايز أقول لك على حاجة، ما تستسلمش لحزنك وتخليه يسيطر عليك. استغل وقتك وقدراتك، اشتغل على نفسك، انزل العب رياضة، اتحرك. القعدة في البيت بتجيب اكتئاب. ولو حياتك وصلت معاك لطريق اللي انت بتفكر في الانتحار بسبب أي مشاكل أو أي ألم في حياتك، افتكر المشهد اللي أنا هقوله لك ده. حياتك مش ثابتة واللي جاي بيتغير ومفيش حاجة بتفضل على حالها. وحط في دماغك إن المشكلة اللي أنت فيها دلوقتي ومسببة لك اكتئاب ممكن تكون سبب نجاحك بعد كده. والحياة مليانة قصص على كده، لناس نجحت بعد ما كانوا بيفكروا في الموت. اوعى تستسلم للفكرة، وحاول تغيرها وانجح في حياتك.